خلية السينامون أحلى وألذ وأهش خلية نحل ممكن تجربوها. ريحة القرفة لوحدها تدفي. يلا على طول نبتدي في الوصفة. عندي 125 مللي من الحليب، معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الخميرة، وهقلبهم مع بعض واسيبهم على جنب. في طبق تاني حطيت نص كيلو من الدقيق، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، قلبتهم نزلت عليهم ببيضة وبياض بيضة والبيض مع رشة فانيليا ومعاه كمان معلقة خل صغيرة. حطيت 3 معالق كبار من الزيت وهنزل ب 125 مللي من المية. هخلط المكونات دي كلها مع بعض وهعجنها كويس جدا وعليهم 20 جرام من الزبدة. اعجنوا العجينة كويس لمدة 5 دقايق أو 6 دقايق. بعد ما عجنتها دهنت الوش بتاعها بشوية زيت وغطيتها وسبتها في مكان دافي، هتتخمر تقريبا في ساعة. نعمل بقى التوبينج. حطيت 100 جرام من الجبنة الكريمي، هخفقها كويس الأول، بعد كده هنزل بالزبدة تقريبا بيكون وزنها 30 جرام. بعد كده بحط السكر البودرة والحليب. احط الحليب واحدة واحدة لحد ما يعني اشوف القوام بتاعي، اظبط القوام بتاعي، انا عايزاه التوبينج تقيل او خفيف. بس بخلص بقى التوبينج بتاعي، حط عليه طبعا رشة فانيليا، وكده الصوص بتاعي جاهز. نروح بقى للعجينة نخرج منها الهواء بعد ما اختمرت. صينية كبيرة مقاس تقريبا 30-35، بدهنها كويس جدا بالزيت، وباخد قطعة من العجينة واحشيها برضو جبنة كريمي، وبرصهم في الصينية واسيب العجينة بتاعتي تخمر تاني لمدة 10 دقايق ربع ساعة. عندي معلقتين من الكاكاو، معلقتين من القرفة، معلقة من السكر البودرة، وبرشهم على وش الصينية بعد ما تختمر. دخلتها فرن سخن على درجة حرارة 190، اخدت تقريبا 40 دقيقة. لما بتخرج بحط لها التوبنج والكراميل. بجد من احلى الوصفات اللي ممكن تجربوها.